انا عايز اتكلم عن النادي الكبير اللي في مصر اللي بيضيع ده، نادي الزمالك. بعيد عن اي هزار او اي مهاترات، هو نادي الزمالك ده في كل الالعاب ما عملش اسامي، ما عملش لعيبه، ما عملش، ما خلاش ناس تركب عربيات وتسكن في فيلل وتبقى مشهوره ومعروفه ويشتغلوا اعلاميين وفي كل القنوات ويقبضوا فلوس كتير وملايين. نادي الزمالك ده ما عملش 150 لعيب مشهور مثلا او معروف يقفوا جنب ناديهم، يقفوا جنب النادي اللي كبرهم وخلى الناس كلها عارفاهم. فين الناس اللي هي شيكاتها مفتوحة، وفين الناس العالمية، وفين الناس اللي احترفت، وفين الناس اللي عملت فلوس من ورا النادي الكبير ده؟ ليه دايما جمهوره هو اللي شايل همه؟ ليه دايما جمهوره هو اللي متضايق؟ ليه دايما جمهوره هو اللي مش عارف يعمل ايه؟ ليه دايما جمهوره هو اللي هيتجلط؟ مع ان اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك ومسكت ملايين وبقت مشهوره وبقت بتطلع في كل حته مش شايله الهم ده. بيطلعوا يتكلموا يقولوا شعارات، لكن مين وقف بجد جنب نادي الزمالك اللي خزنته فيها 15 18 الف جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ محتاجين مين يقف جنبه غير رجالته ولاعيبته وناسه والناس اللي هي ليها الشرف انها لعبت في نادي الزمالك؟ سايبينه ليه كده؟ ليه كل حاجه على الجمهور؟ هتسيبوا الجمهور هو اللي يلم تبرعات؟ طب ابداوا بنفسكم، هاتوا 200 شخصيه في كل الالعاب من الناس اللي معاها فلوس وتبرعوا، كل واحد يتبرع باللي يقدر عليه. اقفوا جنب ناديكوا، اقفوا، اقفوا، ناديكوا بيضيع. ازاي سايبين نادي كبير زي ده هيضيع كده؟ ازاي سايبين الناس تتعامل وتتحكم فيه؟ حتى رؤساء النادي اللي مسكوه مش عارف مالهم فيه ايه. انتوا ليه اعداء بعض كده؟ انتوا ليه بتقفوا ضد بعض؟ انتوا ليه ما بتحبوش حد فيكم ينجح؟ طب سيبوا النادي في حاله، ابعدوا انتوا وخدوا بيزنس بعيد وقطعوا في بعض براحتكم، لكن سيبوا نادي الزمالك في حاله. ده نادي كبير وجمهوره اكبر. ليه حاطين كل حاجه على جمهوره؟ اتمنى ان لعيبه نادي الزمالك في كل الالعاب اللي بقت مشهوره واللي بقى معاها فلوس واللي اختنت واللي ركبت عربيات وسكنوا في فيلل وبقى عندهم قصور وقاعدين في مصر وبره مصر يقفوا جنب النادي ده ويحاولوا يدعموه ويقفوا جنبه ما يوقعش. وبعد كده دوروا على الجمهور. لما انتوا تبداوا بنفسكم وتعملوا كده، لان انتوا اول ناس خدتوا من نادي الزمالك، الجمهور هيعمل كده. لان الجمهور ما بيعملش حاجه غير ان هو بيدي النادي، بيدي النادي من كل حاجه، من تذكرته وفلوسه وبيروح ومخه وصحته. انما انتوا بتاخدوا بس. فحاولوا تقفوا جنب ناديكوا وتقفوا جنب النادي اللي عمل منكم لعيبه وعمل منكم مشاهير وعمل منكم اعلاميين